ذكريات تم إنهائها. كازينو الشجر. كازينو الشجر زمان كان من أشهر الكازينوهات على النيل. دلوقتي أصبح ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كازينو الشجر ليه ذكريات جميلة مع ناس كتير جدا وحبيبة وناس كانت مع كازينو الشجر. بصوا كازينو الشجر كانوا أشهر ناس وأغنى ناس كانوا بيجوا على كازينو الشجر، وأي اتنين بيقعدوا في كازينو الشجر. تم إزالة كازينو الشجر بالكامل زي ما انتم شايفين كده. حاجات كان لازم نصورها عشان نبقى فاكرينها، عشان تبقى موجودة. زي ما انتم شايفين كازينو الشجر. كازينو الشجر كان من أشهر الكازينوهات في مصر. كان حاجة جميلة جدا، كانوا بيجوا فيه أغنى الناس والرؤساء بيقعدوا في كازينو الشجر والممثلين. كازينو الشجر أصبح زي ما انتم شايفين كده مفيش أي حاجة، كان سوق عشان داخل في التطور. زي ما انتم شايفين كده في ناس كتير ليها ذكريات جميلة، وناس كتير طبعا موجودين وكانوا ليهم قصص وحكايات في كازينو الشجر. زي ما انتم شايفين كازينو الشجر بقى عامل ازاي. كازينو الشجر انتهى. مفيش كازينو الشجر. هيعملوا ممشى اهل مصر زي ما انتم شايفينها كده. اهو بقى كورنيش مصر، اهل مصر. كازينو الشجر ده يعني انا افتكر كان صغير، كان جميل جدا جدا جدا، وكان تخش فيه تلاقي فيه ناس شكلها جميل قاعده كده، اتنين بيحبوا بعض يعني. دلوقتي مفيش كازينو الشجر زي ما انتم شايفينه كده، اتهدم. وتشوفوه في افلام كتير جدا وحاجات، كان جميل جدا كازينو الشجر. احنا كده على الكورنيش عند اتحاد الصناعه. ممشى اهل مصر زي ما انتم شايفينه. الهيئه المصريه للكتاب، معرض. تعال نشوف المكان بقى عامل ازاي تحت. وهل يعني عايزكم تكتبوا لي في التعليقات، يعني المفروض كانوا سابوا كازينو الشجر افضل، ولا هما لما شالوه افضل؟ يعني كان افضل يعني. المفروض ان هو يعني حاجه قديمه جدا وحاجه تحفه، يعني ايه، حاجه بقالها مئات السنين. المفروض ان هما كانوا سابوه زي ما هو وطوروا عليه، ولا هما صح كده ان هما شالوه؟ اكتبوا لي في التعليقات رايكم. حاجه صح ان هما تم ازاله كازينو الشجر بالكامل، ولا المفروض كانوا سابوه؟ احنا كده عند الوكاله. لا عفوا، احنا في بولاق، الوكاله ورا. ده اتحاد الصناعه. اتحاد الصناعه ده اي حد معاه حاجه يعني يعملها هو لنفسه كده وعايز يوثقها، بيجي اتحاد الصناعه يوثق الحاجه بتاعته عشان تبقى باسمه. في مكان تاني في وسط البلد. دي بولاق او العيله، داخل بولاق. بولاق هنا حدادين وبتوع مسامير، بتوع اخشاب. اي حد عايز حاجه يعني بالجمله، سواء حديد او سقالات او مسامير، بيجي هنا بولاق ابو العيله. وفي ملابس طبعا.
دخلك ولا. طبعا دي ارض فاضيه جدا، بس انا ما اعرفش بصراحه يعملوها ايه. ده اماكن برضه للعجل. انا اعرف ناس اكبر مني سنا عايشين بره، ما نزلوش مصر بقالهم اكتر من 20 سنه و30 سنه، فطبعا ما شافوش الحاجات دي وما شافوش ايه اللي اتغير وما شافوش التطورات دي. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوثق لهم الحاجات دي ويشوفوها على اساس يحسوا ان هم عايشين معانا شويه يعني. ما تبقاش المفاجاه جامده جدا. لان كان في حد بيقول لي انا نفسي انزل، يعني هو سنه كبير، بيقول لي انا نفسي انزل مصر بقالي 30 سنه ما نزلتش مصر، نفسي اقعد في كازينو الشجر. كازينو الشجر دوت كان ليا معاه ذكريات جميله في كازينو الشجر. فقلت له ما بقاش في كازينو الشجر. قال لي ازاي؟ قلت له شالوا كازينو الشجر. قال لي ما ينفعش يتشال، ده طراز قديم وحاجه يعني جامده جدا، يعني ليها ذكريات وطلع بافلام كتير ويعني ما ينفعش يتشال. قلت له طب انا هصوره وابقى ابعته لك وانزله على الصفحه بتاعتي. بس فقلت اصوره عشان في ناس كتير بتبقى عايشه على امل ذكريات تنزل اماكن تروحها فتبقى عارفه الدنيا عامله ازاي. دي اركيديا مول، اكتر مول تعب ساعه الثوره. الكورنيش لما طوروه وسعوه جدا وعملوا مساعد، ده باركن سيارات، اي حد معاه عربيه بينزل يركن تحت. طبعا باركن بالساعه، والمكان هنا واسع جدا وجميل زي ما انتم شايفينه يعني. بصوا عامل ازاي. هو يعني ده تطور جميل وحاجه جميله الصراحه يعني. اي حد زهقان بيجي يقعد هنا بالليل، بيبقى في ناس كتير قاعده هنا وشباب وبنات كتير قاعدين هنا بياكلوا بيشربوا بيلعبوا، فبتبقى حاجه جميله. احنا بنصور بالنهار طبعا عشان الدنيا فاضيه. ده النايل سيتي، فندق النايل سيتي كان مملوك لرجل الاعمال نجيب ساويرس وتم بيعه. في حاجات كتير لازم نصورها وفي حاجات لازم نبقى عارفينها وفاكرينها عشان اولادنا يبقوا عارفينها، عشان لما نيجي نحكي لهم عليها نبقى بنحكي لهم على حاجة كانت موجودة نوريها لهم، يعني نحكي لهم على ذكريات كانت موجودة ونوريها لهم بالصور عشان يبقوا فاهمينها وعارفينها اكتر، مش عشان نحكي لهم كده وخلاص. طبعا كوبري الساحل اهو في وشنا زي ما انتم شايفينه، كوبري امبابة ولا انا اسف، كوبري امبابة. طبعا كان كوبري امبابة وكوبري ابو العلا معمولين في وقت واحد وشركة واحدة، وحاجة جميلة وتحفة فنية كوبري امبابة. طبعا هم فكروا كوبري ابو العلا مش عارف ليه، بقولك عشان صيانة، وطبعا شالوا تحفة فنية زي كوبري ابو العلا وحطوا يعني مجسم اسمنتي مكانه على امل ان هم يعيدوا بناؤه، ولكنهم فشلوا. طبعا فشلوا يبنوه تاني ومعرفش هم شالوه ليه. وكويس ان هم ما لعبوش كوبري امبابة، يعني كوبري امبابة ده تحفة فنية، دي حاجة اثرية، يعني حاجة يعتبر اثار طراز قديم ما ينفعش ان احنا كنا نلعب فيه. كوبري ابو العلا مرمي دلوقتي فين؟ تحت كوبري الساحل شوية حديد.
شوية حديد خردة، يعني المهندسين اللي فكوه ما عرفوش يركبوه، احنا بس فالحين بس في الهدم، اي حاجة نهدها في ثواني. مفيش حاجة نجحنا فيها غير ان احنا عملنا الكورنيش. بصراحة الكورنيش حلو. ده فورمة نايل سيتي. فورمة النايل سيتي طبعا وراه منطقة الرملة. منطقة الرملة طبعا هيتم ازالتها بالكامل، لان ورا كده في حاجات بقالها كتير، يعني بقالها سنين. ورا النايل سيتي في مكان اسمه العشش، فالعشش دي طبعا بيشيلوا فيها بقالهم كام يوم شغالين فيها جامد. هما طبعا بيشيلوها بقالهم يعني كذا سنة شايلينها، بس هو بقالهم كام يوم هنا شغالين فيها جامد. كل واحد فينا ليه ذكريات في حتة جميلة، وكل واحد فينا عنده ذكرى في حتة معينة، وعايش على امل ان هو يرجع يشوفها تاني في يوم من الايام. يعني دي مطاعم تحت زي ما انتم شايفين. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده طبعا في الوش هناك الناس اللي داخلة ممشى اهل مصر بيدخلوا من البوابة اللي هناك دي، طبعا اهو في وشنا بيدفعوا تيكت وبينزلوا. الممشى كبير جدا زي ما انتم شايفين معانا كده، بيبتدي من اول كوبري امبابة لحد التحرير، بس هو لحد التحرير واقفينه يعني عشان بيتم تطوير مساحة جديدة. زي ما انتم شايفين كده تحت عامل ازاي، الناس بتقعد تحت فوق. ما تنسوش الاشتراك في القناة.